فضفض معي ولا هتكسب مني. يا عم ايه حكايه الفضفضه يا عم؟ انت تقول لي فضفض والمخرج يقول لي فضفض والمؤلف يقول في ايه في ايه؟ لا عليك يا اخي لا عليك، المسلم كالبنيان المرصوص، والحكومه بتاعتنا لان الحكومه مسلمه على حق، كانش هيكون فيه مشاكل، ولا كان زمان شاب زيك زي الورد ابيض ايه؟ عايش حتى الان اعزب. طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ لا تاخذني يا اخي، شويه افراط في الايمان. ربنا يزيدك يا رب. بس هو انت مين؟ عشان انا مش عارف. ربك انتقم منهم، ربك القوي العزيز الجبار. كم انت عندك كم سنه؟ 35. بس انت مين؟ ولسه ما اتجوزتش؟ من استطاع منكم الباء فليتزوج، ده كده حبيبك النبي، واحنا عندنا عروسه. يا مولانا المشكله مش في العروسه، العروسه موجوده، لكن المشكله ان احنا مش عارفين. اكمل ضمانتك يا اخي وكن حافظا لفرجك. عروسك التي حدثك عنها اختي مسلمه، اختي عزيزه على يدي. نعم. اصلي من الصالحات. لكن انا بحب سلمى. لا تقل هذا يا اخي، تجعل الشيطان مدخلا. نحن نرشح لك الاصلح والاخير، اخت مثال العفه والطهاره، تعرف الله حق المعرفه وسوف تثاب عليها اعظم ثواب. طب عليها ليه يعني؟ انك شطرت صبرت؟ الوقت تمسك عنها ليها بعض الكليبات المسفه. كلمات ايه؟ سوف تثاب عليها عشان ما تفاجئش، ليها بعض السيديهات الفاضحه بدل ما عملها بضع انترنت. سيديهات ايه يا عم؟ سوف حساب عليها ازاي دي بذمتك؟ الشباب هم اللي هيفاجئوك عليها. ودي بتشتغل ايه ان شاء الله؟ ديت والعياذ بالله من مواد الجابريات والملاهي الليليه. رقاصه كانت يا اخي كانت فتاحه. سوف تسام عليه. ايمانك زاد صح؟ ايمانك زاد والله. عمال افكر واتريث واتعجب واتذكر انا كل من كان ضدك ومثل حائلا بينك وبين حلمك فهو عدو لك وايضا عدو لنا. كن معنا يا اخي، كن معنا وسوف نحقق لك ما تصبو اليه. اما انت عندك كام سنه؟ 35. نادي ولا ايه؟ ايه؟ ماسكه فيك